السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. النهاردة هنتكلم على شوية أخبار سريعة كده مع أخويا حسام الزملكاوي اللي مبسوط النهاردة طبعا وسعيد، معرفش ليه. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ اشرف؟ مساء الخير على مشاهدينك، مساء الخير على قناتك. تحياتي لكل الجمهور المتابع معانا، وتحياتي لكل الجمهور الزمالك وجمهور الوطن العربي كله. جمهور الزمالك بس؟ وجمهور الوطن العربي كله. ماشي. عامة انفراد الكلام ده مش هتسمعوه الا عندنا. ثلاثي الزمالك لن يقيد. عندك المعلومة دي يا استاذ حسام؟ ليه يا استاذ اشرف؟ اقول لحضرتك ليه. الاتحاد المصري بعت للفيفا عشان طبعا يستفسر منه على الموضوع كله واداله الموضوع برمته. تمام. الاتحاد الدولي بعت لنادي الزمالك، بعت للاتحاد المصري. قال له ده شأن داخلي، بس بشرط ان يكون النادي قبل قفل السيستم يكون خلص كل الاجراءات اللي عنده، اللي هو طبعا نادي الزمالك. طيب يعني الموضوع بقى شأن داخلي. ماشي. يعني انا في ايدي ان الم الموضوع. طب نشوف بس الثلاث حاجات ان المفروض الزمالك يكون حققهم قبل السيستم ما يقفل. ايه هم بقى؟ ان العقود بتاعت الثلاث لعيبه تكون بتتراجع في منطقه الجيزه، ده واحد. كلام سليم. ان عقود اللعيبه الثلاثه يكونوا اتأيدوا اتوثقوا في الاتحاد، ده اتنين. تمام. تلاتة، يكون نادي الزمالك دفع حق التوثيق والعقود للاتحاد المصري. احنا ما جيناش هنا ناحية المديونية اللي على نادي الزمالك. بص يا استاذ اشرف، هل نادي الزمالك حقق الثلاث شروط دول؟ خلي بالك النادي الاهلي يترقب الموضوع. بص خلينا نقول، هو نادي الاهلي دلوقتي مش طرف في الموضوع. لا، لو زي ما انت بتقول ان الموضوع زي ما انت بتحكي كده وبتتكلم، واداره نادي الزمالك عندها علم بالشروط دي لازم تتوفق الاول عشان ايد اللعيبه، المشكله مشكله اداريه، يبقى خطأ ادارة نادي الزمالك. خطأ. ولكن اللعيبه، انا يعني بناشد الاتحاد المصري، اللعيب المصري ذنبه ايه؟ الموضوع دلوقتي ما فيهوش لعيب ذنبه ايه. لا بس انا هوقف لعيب 6 شهور ابطله كوره؟ مش ذنبي بقى، ما دي اجراءات، ما انت قلت فيه غلط عند اداره نادي الزمالك. بس ولكن هي في ايدك، ما هي في ايدك ان انت تحل موقف. ما هو الاتحاد الدولي قال لك ايه؟ لو نادي الزمالك بالبلدي كده محقق الشروط. احنا ما نعرفش الكواليس. ما انا بقول لحضرتك لو احنا محقق. شفنا فيديو لسياده المستشار قبل الساعه 12 بالليل كان موجود في الاتحاد المصري عشان يأيد اللعيبه على السيستم فقط لا غير. بالظبط. ما عملش الثلاث اجراءات التانية، وكانت معاه الشيكات المديونيات اللي ما دخلناش في المديونيه هنا بقى خلاص. احنا بنتكلم على الثلاث شروط. ما هو الاتحاد الدولي راح باعتها في عبء الاتحاد المصري. تمام. وخلي بالك الاتحاد المصري فاهم ايه حل الموضوع. لو عارف ان الزمالك مستكمل شروطه كان ايدهم من غير ما يروح. بس انا عايز اوصل لك معلومه. الموضوع موضوع عند، انا بناشد الاتحاد المصري، الزمالك ملوش ذنب في الكلام ده كله. ممكن يكون عند الشخص معين، ممكن يكون انتوا بتعاندوا لشخص معين. نادي الزمالك ملوش ذنب في الموضوع ده خالص. نادي الزمالك كيان وكيانه كبير، لازم نحافظ عليه لانه رمز من رموز الدوله. ولا انت ما تتفقش معايا يا استاذ اشرف في الموضوع ده؟ والله لو الاجراءات، انا مع القانون واللوائح. مع القانون، بس احنا برضو في حاجات بنتغاضى عليها عشان نحل موقف، وده موقف كبير مش صغير. ماشي، ايه هو الموقف؟ الزمالك دلوقتي بيمثل افريقيا في البطوله الافريقيه، بيمثل مصر. سيبنا من الموضوع ده. سيبنا عشان احنا في الاخر ان لو نفترض الاتحاد مشي زي ما حضرتك بتقول وراح مأيد الثلاث لعيبه، تمام، هل الاتحاد ضامن ان ال 17 فريق ما حدش يشتكي فيهم؟ اصل الموقف دوت ما اعتقدش ان في فريق في نفس الموقف بتاع الزمالك. انا لو من نادي الاهلي وفي اجراءات غلط اشتكي. مش الزمالك ده منافس ليا؟ ايوه. وهل ممكن اللعيبه دي تساعد نادي الزمالك، تخليه ياخد دوري، تخليه ياخد كاس؟ انا بتكلم في لوائح. الموضوع دخل في حسبه معقده. سليم. هي يتسأل عليها اداره نادي الزمالك عشان نتكلم صح. بس لولا اداره نادي الزمالك كان الاتحاد الموضوع سهل يعني. بس هي العند زي ما انت قلت. ما هو برضو انا عايز اقول لك، ما هو الموضوع كان واضح. انا مش صعبان عليا لان لعيبه الكوره والله يا جماعه
انا معاك ان اللعيبه ظلمه، وهتبقى في خساره كبيره على نادي الزمالك. اللعيبه سيبك من كده، اهدار، هيبقى في اهدار مال، اهدار مال. اه. ولعيبه هتقعد 6 شهور ما بتلعبش بالظبط. كوره، تسال عليها الادارات. بالظبط. نخش بقى في موضوع مباراه نادي الزمالك وسموحه. عايز اشرح باختصار كده المباراه في دقيقه. المباراه يا كابتن حسام بدات، طبعا كان حكمنا الدولي اللي بيحكمها ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين العظيم. المباراه من اول 12 ثانيه فاول، او زي ما بيقول نادي سموحه كوره عبغاني داس على رجل حسام حسن، الحكم مشاها، الفار كابتن مصطفى مدحت بعت له كابتن ابراهيم نور الدين شافها مش بلي. مع اني انا بصراحه بشوف الكوره دي في جميع المباريات كده دوس على الرجل جوه منطقه الجزاء بتتحسب بلي. صح. تمام. عدت اول دقيقه، وبعد كده ابتدى الكابتن ابراهيم نور الدين كان متنرفز على فرقه سموحه، طلع له انذارين 3 لفرقه سموحه. في الدقيقه 20 ضربه جزاء لنادي الزمالك، برضه مصطفى مدحت استدعى كابتن ابراهيم نور الدين. تمام. وقال له مش بيلن. كابتن ابراهيم نور الدين صمم ان هي بيلن، وجت في راس المدافع، وبرضه انا شايفها مش بيلن. حضرتك شايفها ايه؟ انا لما اتكلمت، انت شفت ضربه الجزاء الاولى؟ شفت ضربه الجزاء بتاعت سموحه. لا، ضربه جزاء. متاكد؟ اه. ده زملكاوي. لا، انا اصلا لعبت كوره، بس اللي لعب كوره هياخد باله، هيعرف ان كانت دي ضربه جزاء ولا لا. تمام. بتاعه الزمالك يا استاذ اشرف، اللي لعب كوره برضه هيفهم، انا لو حكم برضه مش هحسبها ضربه جزاء، لان اللاعب بس ده لا يمنع ان في الاساس نادي الزمالك بدأ الماتش. لا، الثلاث اجوان عشان نتكلم بصراحه، الثلاث اجوان اللي بعد كده جابهم الزمالك 3 اهداف شرعيه. بالظبط. دي ملهاش جدال، بس انا قصدي ان ضربه الجزاء الاولى في سموحه كانت ممكن تاثر على المباراه. بص يا استاذ اشرف، مش هنجيب اللوم على الزمالك. اولا لا، الزمالك مش طرف. ابراهيم نور الدين اخطا، ما ننكرش، واللي بص الخطا وارد خلاص، وانا مش في تصوري خالص ان هو يكون قاصد ان هو يعمل كده. خلينا نتكلم بصراحه. بس انت عشان بنتكلم دغري، بس عشان ايه انت بتتكلم المشاهدين، انت راجل يعني كده مش محايد. ليه؟ لا لان انت قبل الهوا. لا استنى والله انا هفضحك قصاد الجمهور دلوقتي. انت قبل الهوا انت نفسك كزملكاوي شككت لي في ابراهيم نور الدين. ايوه مخطئ. يبقى ما تقوليش انا مش قاصد. لا، اخطاء، بس انت متعمد، دي تفرق. طب انت رايك مش متعمد؟ لا انا اختلف معاك. لا انا اختلف معاك وارد. بالذات في ضربه الجزاء الاولى. الاختلاف وارد، بس انا بقول لك والاخطاء وارده في جنب واحد. والله يا استاذ اشرف، بص، ما احنا خلينا ما نتكلمش في نطاق التحكيم دلوقتي. انا عايز اتكلم ان الزمالك عمل ماتش كويس، بدا بجهاز فني، بدا بالتشكيل الكويس الامثل اللي انا كنت بتمناه، اللي هي قياده الناشئين، وهو ده اللي ان شاء الله قياده الشباب، بلاش ناشئين. بالظبط. انا بحيي نادي الزمالك، عمل اداء كويس، البروفيسور عمل تشكيل كويس، بحيي سيف فاروق جعفر عمل مباراه رائعه، وانا ما بشككش في فوز نادي الزمالك. انا بقول الثلاث اهداف بتاعت نادي الزمالك شرعيه 100%. انما انا عندي تحفظ على ابراهيم نور الدين. مش عايزين ننسى مباراه الترجي والفيصلي الاردني. ومش عايزين ننسى ان ابراهيم نور الدين طلع بعد المباراه واتكلم على الهوا، وده لا يجوز طبعا. لا انا الوم عليه. طبعا هو اتوقف، ما كانش من الصح ان هو يطلع في الاعلام ويتكلم. الله اعلم اتوقف عشان الظهور الاعلامي ولا عشان اخطاء المباراه. عامه اعتقد ان مباراه ابراهيم نور الدين مش هنشوفه في الايام اللي جايه. تمام. نقطه اخيره نتكلم، طبعا نادي الزمالك عنده مباراه مهمه بكره مع المريخ السوداني، مباراه قويه، مباراه عايزه تفصيله وعايزه تشكيله وعايزه اداء جيد، لان مباراه مهمه جدا جدا جدا. وبعد غد مباراة الأهلي مع الهلال في أم درمان. بس أنا عايز أقول خبر برضو إن مباراة الأهلي والهلال السوداني هتلعب بدون جمهور. أفيد لنادي الأهلي طبعا، لأن الملعب بتاع الهلال السوداني غير مكتمل في تأمين النادي الأهلي. هو طول عمر السودان بتبقى الموضوع التأميني هناك مش مظبوط، واحنا طبعا حفاظا على اللعيبة أنا في تصوري أتمنى إن هو فعلا يتلعب من غير جمهور. بالتوفيق لنادي الزمالك والنادي الاهلي. طبعا انت بتتمنى ان الزمالك يلعب بنفس تشكيل مباراه سموحه ان شاء الله، هو التشكيل، ويلعب بطريقه 4-4-3-3، والمسلوسي لابد انه يكون موجود في الملعب، وهو بالفتوح لو جاهز يلعب. التشكيل كان 4-2-3-1. لا، انا
هتلعب بره في ليبيا مع السودان، العب بطريقه 4-3-3. يعني 3 في نص الملعب. يبقى معنى كده أهم نص السيسي ملعب. جنب دونجا سيسي ودونجا وسيف فاروق جعفر. تمام. ولو المسلوسي جاهز يلعب مكان محمد طارق. ولو ابو الفتوح جاهز برضه يلعب مكان عبد الشافي. بالظبط. تمنياتنا للفرق المصريه كلها إن شاء الله. النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز وفيوتشر، تمنياتنا للكره المصريه بالتقدم ان شاء الله. إن شاء الله. وما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.